بصفتي برلماني كنتنازل على التعويض ديالي وكنطالب من رئيس مجلس النواب بدل ما ناخذوا التعويضات ديال شهر فبراير كبرلمانيين نوجهها لخوتنا واولادنا وبناتنا المتضررين من فيضانات الشمال. هاد الناس اللي كيعيشوا وضعيه صعبه في القصر الكبير ومدينه العرائش وجماعات ومناطق مجاوره بسبب الامطار الغزيره والفيضانات اللي ضربات المنطقه واللي خلات الاف العائلات تخرج من الديور ديالها وتفقد الممتلكات ديالها وتعيش مخيمات تحت إشراف السلطات والفرق الأمنية والمدنية. هذه الفيضانات كتتطلب منا وقفة تضامن حقيقي مع هاد الناس اللي تشردوا ما بين عشية وضحاها. طبعا هذا ماشي إشهار، ماشي حملة انتخابية ولا باش نطلعوا البوز، هذا إحساس حقيقي نابع من قلب يحس بمعاناة المغاربة ويقدم أقل ما يمكن أن يقدمه. هذا الشيء للأسف هو ما نملكه، نملك يعني على أننا هذه الأجرة ديالنا وهذا التعويض ديالنا اللي تكلمنا عليه هو ما نملك، وهذا موقف أثقل من وأكبر من أي تعليق وأكبر من أي موقف سياسي وأكبر من أي حاجة يمكن تتفسر. اليوم هذا التبرع كنعتبروه قليل في حق هاد الناس هادو اللي كيعيشوا واحد النزوح جماعي واللي كيعيشوا واحد المأساة حقيقية بسبب فيضانات جاءت من السماء ولا رد لقدر الله. لن نتحدث هنا عن أي شيء آخر غير على أننا اليوم كمغاربة نحتاج إلى تضامن حقيقي مع هؤلاء المغاربة الموجودين في مدن الشمال واللي كيعيشوا واحد المأساة حقيقية واللي كيعيشوا فترة نزوح إلى أين لا ندري. السلطات المدنية والعسكرية كلها بجميع تلاوينها كنشكروها من هاد يعني من هذا الفيديو هذا، وكنحيوهم على الموقف ديالهم، كنحيوا القوات المسلحه الملكيه، كنحيوا الدرك الملكي، كنحيوا الامن الوطني، القوات المساعده، الوقايه المدنيه، رجال السلطه بكل تلاوينهم، كنحيوهم على الموقف ديالهم، كنحيوا الدوله ديالنا اللي وقفات مع هاد الناس هادو بالرغم من الكميه الكبيره ديال الامطار وبالرغم ايضا من يعني على انها مدينه بكاملها خوات من السكان واصبحت فارغه على عروشها. اليوم هذا كيتطلب منا موقف، كيتطلب من جميع المغاربه، المغاربه اللي عندهم فلوس، اغنياء ديالنا، رجال الاعمال. اليوم كنطلبوا منكم على انكم تتبرعوا لهاد الناس هادو وتوقفوا معاهم، واللي عنده دار ولا اللي عنده اي حاجه مسدوده يفتحها وجه هاد الناس. هذه مأساة حقيقيه يجب ان نشترك فيها جميعا، هذا واجب ديالنا كمغاربه، هذا راس مال لا مادي يملكه المغاربه، شفناه في الحوز، شفناه في مجموعه من الحوايج، شفناه في الازمات اللي مرت علينا، واليوم هذه ازمه من الازمات لا نريد لاي احد ان يستغلها سياسيا. نريد أن نقف مع دولتنا، أن نقف مع قواتنا الملكية، أن نقف مع الدرك ديالنا، مع قوات الأمن، مع رجال السلطة، مع الناس اللي كاينين في الميدان بدون مزايدات. لا وقت للمزايدة، لا وقت للحساب، لا وقت للنقد. الوقت اليوم يقول على أن هؤلاء الناس منكوبين وخاصنا نوقف معهم، كيعيشوا واحد المرحلة صعبة جدا في هذا البرد القارس تحت الأمطار الغزيرة في نزوح جماعي إلى هنا وإلى هنا. كاين عائلات، كاين تضامن، كاين بزاف د الحوايج، ولكن يحتاج منا حتى نحن الى وقفه كسياسيين. اليوم حنا كنقولها وكنأكدها وكنجدد النداء ديالي للسيد رئيس مجلس النواب، وهذا اقل ما يمكن، وكنوجهه للجهه ويعطوها لهاد الناس. هذا موقف انساني لا غير، لا يجب ان يخرج عن هذا الاطار. إذا كنا كنتكلموا على هذه الفيضانات واللي كتضرب منطقة الشمال، فهناك فيضان آخر لا يقل أهمية. اليوم في الوقت اللي خاصنا نكونوا في إطار انسجام تام وفي إطار تكتل تام، والبوصلة ديالنا تتجه مباشرة إلى مدن الشمال وإلى التطورات الحاصلة والمناخية اللي كاينة في مدن الشمال، وإلى المأساة اللي كيعيشوها خوتنا وأخواتنا وباتنا ومواتنا في الشمال. اليوم كنشوفوا على أنه هناك فيضان آخر في إضراب آخر. اليوم كاين إضراب ديال المحامين، شلل تام للمحاكم، وكاين إضراب أو وقفة احتجاجية يوم الجمعة القادم. العقلاء يجب أن يتحركوا لوقف هذا الهدر الزمني ولوقف يعني هاد الشد والجذب ما بين جمعية هيئات المحامين وما بين وزير العدل. كنقولها وكنكررها وما كنعطيش دروس في القانون. القانون وجد ليحقق السلم الاجتماعي، ماشي ليحقق الفتنة. تمرير قانون لا يعني انتصاب،
هذا أو ذاك. تمرير قانون يعني توافق أن أن تكون هناك منطقة وسطى يلتقي حولها الفرقاء، ماشي وقت اليوم ديال نشد ليا ونقطع ليك. البرلمان انتهت دورته الخريفيه الى الدوره الربيعيه، وبالله عليكم واش غادي يعيشوا هاد الناس هذه شهرين ولا ثلاثه يتسناو البرلمان تيفتح، ولا يتسناو لجنه العدل الشرعي تجتمع وتناقش؟ طلب من الوزير سحب المشروع قعد مع هاد الناس. انت كتقول كلام وهادو كيقولوا كلام، حنا ما بقينا فاهمين والو، والاموال الكثيره تضيع على خزينه الدوله، ضياع يعني حقوق المتقاضين، أبرياء في السجون بلا ذنب، متهمون مساكين لا يجدون من يؤازرهم، محاكم مشلولة. هذا ماشي وقت هذا الشيء. كنقولها وكنأكدها. كنعيشوا واحد مأساة اجتماعية في الشمال، فيضانات، بزاف د الحوايج. راه السماء الوحيدة التي وحدها التي لم تضرب. راه ضربتوا انتم اليوم كمحامون، شليتوا المحاكم، وقفت وزير العدل واقف شاد موقف ويتحدث وكأنه هو من يملك الحقيقة. كيقول تلاقيت معكم 33 لقاء ودرنا. اليوم الله يجازيكم خير، قعدوا مع بعضياتكم واعلنوا للرأي العام الاتفاق ديالكم وشرحوا لنا ماذا يقع، لأننا لا نريد في هذه الفترة إلا أن نكون متماسكين بحال هذه اليد هذه، أيد وحدة مع الوطن، مع البلاد ديالنا، مع جلالة الملك. القانون كنقولوا وكنأكدوا وجد ليضبط ولينظم السلم الاجتماعي وليحقق السلم الاجتماعي، ماشي ليحقق أو ليخلق الفتنة ويخلق التفرقة داخل البلد. نرجع ونقول على أنه كنتفهم الإضراب ديال المحامون، لأنه جا في السياق ديالو وقبل أن يوضع أو يناقش هذا المشروع أو يعرض على البرلمان. ولكن أنتم الأساتذة الجامعيين اللي درتوا لنا اليوم، والنقابة التي دعت الأساتذة الجامعيين لتوقيف الدراسة هذا الأسبوع كله، لماذا؟ لأن القانون ديال التعليم العالي اللي جا به وزير التعليم العالي راه مريرة وصدق عليه ونشر في الجريدة الرسمية، والبكاء مع الميت خسارة الله في كتب الناس. والله يهديكم، راه هدر الزمن الجامعي. اليوم نحن في فبراير باقي ما بدينا الفصل الاول ديال الماستر، المفروض نكونوا سالينا الفصل الاول، دخل في الفصل الثاني. وكنرجع وكنأكدها، للأسف الشديد القوانين أصبحت في المغرب تعطل، أصبحت عند المسؤول السياسي تعطيل ماشي تسهيل للأمور. ونقول للأساتذة الجامعيين بلا ما ديروا إضراب، بلا ما ديروا والو، في الوقت اللي طلبناكم توقفوا وقفة رجل واحد وتكونوا رجال وعيالات ما كنتوش. المحامون ها هم يد واحدة، نتفق معهم نختلف معهم، يدافعون عن مصالحهم، يدافعون عن اللي بغيت تقول. ولكن النهار اللي قلنا لكم انتم اجوا ندافعوا، بعتوا الماتش. كل شيء مشى هنا وكل شيء مشى هنايا وكل شيء تخبى هنايا وكل شيء مشى تبع هذه النقابه اللي تابعه لهذا الحزب والنقابه اللي تابعه لهذا الحزب، وتركتم الجامعه للبيع والشراء، تركتوها خاويه على عروشها. واليوم الى الان الدراسه معطله، باقي الماستر ما بدا، باقي حتى شي حاجه ما بدات، وجايين تقولوا لنا دابا نديروا اضراب بعد ما مرر القانون شهر الجريده الرسميه. ما معنى هذا؟ هذا نوع من العبث كنقولها لكم. ما عندكم ما ديروا لا اضراب، ما عندكم والو. انتم نقابه ضعيفه، احنا كاساتذه جامعيين جسم ضعيف. بعنا الجامعه للاسف الشديد. اي وزير كيجي كيمرر علينا الاصلاحات ديالو، ماشي بحال المحامون نقولها ونأكدها، نتفق معهم ونختلف معهم، ولكن جسم واحد كيوقف موقف رجل واحد. ما نحن مالنا واقفين موقف رجل واحد. ولهذا في هذا الوقت بالذات كنقولها كنوجه يعني الخطاب ديالي للوزراء والمسؤولين، لا وزير التعليم العالي ولا الوزير العدل، الله يجازيكم بخير، اتسموا بالحكمة والتعقل وقعدوا الارض. راه ماشي الوقت ديال شد فيا نقطع ليك وديال، راه الوقت راكم كتشوفوا ماذا يقع في المغرب اليوم من فيضانات، من مشاكل اجتماعيه واقتصاديه عندنا. كفى من اشعال الفتيل بالقوانين. القوانين كنقولوا هنا كذا وجدت لتسهل ماشي لتعقد. ما كتشعلوا النار بالقانون اصاحبي، خاصكم تمروا القوانين، خاصكم ديروا وكأن القانون هو الذي يحل مشاكل المجتمع. الذي يحل مشاكل المجتمع هي سياسات عموميه حقيقيه تلائم السياسات الجنائيه، ماشي هذا العناد ديالكم، ماشي هاد الهضره ديالكم في البرلمان، شي كيهز يدو، شي كيتكلم، شي ما كلينا فاهمين حتى شي حاجه. الله يجازيكم بخير. انا كنطلب من العقلاء داخل هذا البلد، كنطلب من العقلاء التدخل في هذه الازمات اللي واقعه اليوماتيه، لانها مؤشر خطير على متغيرات حقيقيه، هي على ان القانون عندنا ما تلاش ضابط اجتماعي، ولا اداه للفتنه وللتفرقه
الاجتماعيه. فحذاري كنقولها وكنرجع، كل التضامن مع خوتنا في الشمال، كل التضامن. ما نملكه هو هذا، ما عندناش، حنا ماشي اغنياء، ماشي سياسيين، عندنا الشركات وعندنا ما نعرف ما نعرفش اللي نقدروا نعطوه لكم، عندنا اجره واحده كنعيشوا بها عامر كريديات، ولكن والله ما خساره فيكم. ولو كان بامكاننا ان نبيعها، والله تنبيعوا الا عندنا شي حاجه نبيعوها ونعطيها لكم، ولكن ما عندنا، ولكن معنا بقلوبكم. كنقولها حقيقه، وماشي اليوم وحدو اللي كنتكلموا ولا جينا نزايدوا ولا ندوروا شي حاجه ولا انتخابات بالنقص من الانتخابات التي تنتج نخبا سياسيه فاسده، بالناقص من هذا التسابق الانتخابي الذي افرز لنا هذا الواقع المر، بالناقص من هذه الكراسي كلها اللي إلا كانت على حساب الوطن. حنا معاكم بقلوبنا، كندافعوا عليكم دائما، كنا هنا ولا كنا هناك، رانا دائما كندافعوا عليكم، ماشي اليوماتيه، وما كنقلبوا اللوز، وما كنديروا حمله انتخابيه، ما كنديروا حتى شي حاجه. نحن مع المغاربه من طنجه الى القويره، ومع قضايانا الاستراتيجيه، ومعاكم انتم اليوماتيه. ونتمنى تكون رسالتي وصلت لوزير العدل والوزير التعليم العالي والنقابه التعليم العالي والكل عقلاء داخل هذا البلد، باش يوقفوا هذا الشيء، هذا النزيف الذي يقع اليوم، وهدر الزمن المالي والزمن البشري وضياع حقوق الناس. حذاري من ضياع حقوق الناس. تحياتي لكم والسلام عليكم وأواشر مباركة. نتمنى توقف هذا ما يقع اليوم، هذا قدر من الله، مرحبا به. الشتاء حاجة زينة نبغوها، ولكن نتمناو كنقولوها الله يعطينا منها قد نفع. تحياتي لكم والسلام عليكم.